تنساوش على انه راه دار تاهل تاريخي راه من بعد 41 سنه، من 5 راه 41 سنه يعني 41 سنه. حليم، حميات، فاضل، تيمومي، بريس، تيمومي، العزيز. وبالتالي فاعتقد انه بالنسبه للجيش الملكي يمكن بهذه المباراه اليوم استرجعنا واحد الفريق اخر في المغرب اللي يمكن يولي تا هو ينافس على المستوى الافريقي. ما نساوش على انه كيشارك الان على الاقل هذه تقريبا في 4 سنوات الاخيره كيشارك 3 مرات في عصبه الابطال، وهذا مهم بالنسبه للفريق. عندهم واحد الجيل اللي تجمع بالعكس ديال النهضه المكانيه اللي جاتها المشاركه في العصبه وهي تدير لها واحد لا ترانزيسيون، تدير واحد اعاده البناء من جديد. وهذا هو اللي ربما الفرق بين الجيش وبين نهضه المكانيه. الجيش واحد الجيل اللي تجمع واللي يمكن وصل لواحد المرحله ديال انه خصو يتوج. نهضه بركان العكس، نهضه بركان سالا واحد الفريق اللي يتوج والان كيقلبوا على الفريق اللي خصو يكمل هذاك المشوار، امن على الاقل المشاركات. فاذا وصل قدرت توصل المباراه النصف بالنسبه لي كنعتبرها انجاز كبير اللي ما سبقوا ليه حتى فريق مغربي في اول مشاركه ديالو.